السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بهذا الفيديو راح نسوي كيكة باردة كلش طيبة شهية. راح نسويها بأبسط مكونات، بدون بيض بدون فرن، راح نسويها كلش طيبة. إذا حابين تعرفون مكونات الوصفة تابعوا الفيديو للنهاية لتعرفون على الخطوات. قبل ما نبدأ الفيديو لا تنسون اللايك والاشتراك، تضغطون زر الجرس فضلا وليس أمرا، اتركوا لي تعليق حلو مثل قلوبكم الحلوة. ونبدأ الفيديو بسم الله. 2 ملاعق من النسكافيه، راح اضيف مباشرة عليه المي، طبعا المي الفاترة شوية الى ما نبلش بالخفق الكريمة، بعدين نضيف عليها النسكافيه. 2 كوب من الكريمة السائلة، طبعا لازم يكون بارد بالثلاجة. هسه بنات هذا القوام اللي انا احتاجه. بنات ملاحظة اللي ما عنده كريمة السائلة يقدر يستخدم كريمة الشانتيم او كريمة البودرة. هسه راح نضيف مباشرة عليها قلاص من الحليب المكثف، راح نضيفه عليها. اذا ما تحبونه حلو تقدرون تقللون من حليب المكثف. راح نرجع نخبط النوع. هسه بنات راح نضيف الجبن، جبن الكيري او اي نوعية عندكم مو مشكلة. طبعا الجبن هنا يعزز الطعم كلش، يسوي طيب عندنا. هنا بنات حطيت 6 قطع من الجبنة المثلثات، انتوا تقدرون تحطون كيري او اي نوعية انتوا تحبونها. طبعا انا عندي جبن مثلثات، حطيت جبن مثلثات. هسه بنات بعد ما وصلنا لهيك قوام، راح مباشرة نضيف عليه القشطة، قشطة اي نوعية عندكم تقدرون تستخدمونها. راح نخلط المكونات زين حتى يختفي الجبن والقشطة. هسه بنات راح نضيف النسكافيه اللي خفقناها قبل ما بلشنا بالكريمة. هذا القوام اللي حصلنا عليه، هيج قوام انا احتاجه. هسه عندي هذا الطبق، راح اضيف بقية النسكافيه اللي خبطناه بالبداية، وراح اضيف له النوب قلاص من المي، وراح اضيف له ملعقة من الكاكاو القهوة عفوا. بنات اذا تحبون القهوة اكثر تقدرون تضيفون اكثر، بس اني ضفت يعني كمية مو هواية، ملعقة واحدة. راح اذوبهن زين. هسه بنات عندي هذا البسكت هيج حجم مالته، عادي بسكت اي نوعية يمشي، تقدرون اي نوعية متوفرة عندكم مو مشكلة. راح اقطسها بالنسكافيه واطلعها بهيج شكل. هسه بنات حطينا طبقة، راح نحط الطبقة الثانية. بنات هاي الكيكة كلش طيبة باردة، بدون فرن وبدون بيض، سهلة كلش سهلة، وتنفع بأيام رمضان بأيام الصيف، كلش طيبة، لازم تجربونها. حطينا طبقتين من البسكت، راح نحط طبقة من الكريمة. هسه بنات بعد ما سوينا الطبقات راح نبلش نضيف البسكت مرة ثانية. حطينا طبقتين من البسكت مرة ثانية، راح نحط طبقة ثانية من الكريمة. بدأت. هسه بنات نحاول نساويها الطبقة الأخيرة. هسه بنات بعد ما واسيناها كلش زين، راح الكريمة اللي بقت
هاي الكريمة اللي بقت راح نزين بيها. هسه بنات حطيناه بهذا الكيس مال التزيين. راح نقطعه مثل ما شايفين هيك شكل ونبلش نزين. هسه بنات صار عندنا بهيك شكل طبق كلش حلو. راح نبلش نرش عليه الكاكاو. بس بنات قبل ما نرش الكاكاو راح نخليه بالثلاجة شوية يبرد، بعدين نرش عليه الطبقة مالت الكاكاو. هسه راح نحطه بالفريزر او بالثلاجة، راح نخليه بالثلاجة مدة نص ساعة ونطلعه. هسه بنات كملنا زيناه بهذا الشكل في الكاكاو البودرة. هسه بنات هاي النتيجة النهاية. طبعا الكاكاو خطوة اختيارية، اذا ما تحبونها لا تضيفونها. والزينة مالتها طبعا هاي سويناها الدنابيس الكريمة هم تقدرون ما تضيفونها، بس انا بقت عندي كريمة فاستغليت الفرصة وسويتها بهذا الشكل. بس ان شاء الله راح تطلع طيبة، راح نجربها ونذوقها. هسه بنات هاي النتيجة صارت عندنا، شوفوا شلون شكلها، طبقاتها كلش حلوة. شوف شلون صارت هشة، كلش طيبة. شوفن بنات كلش طيبة طلعت. اتمنى انكم تجربونها، لازم تجربونها، لازم ما يابا رمضان الا تسوونها لان كلش طيبة. باردة ظاهرة بيها نكهة النسكافيه والقهوة، كلش ظاهرة بيها، كلش طيبة متناسقة كل الطعم ويا بعضه. هسه بنات اذا وصلتم هنا لا تنسوني باللايك والاشتراك، تضغطون زر الجرس، لا تنسوني بكلامكم الحلو، تنزلوا تعليق حلو مثل قلوبكم الحلوة، ومع السلامة.